في علم اسمه نيوتروجينومكس أو التغذية الجينية، والعلم ده بيدرس ازاي الأكل بيأثر على التعبير الجيني، وازاي ممكن الاختلافات الجينية ما بين الناس تحدد استجابتهم للأكل. لأن ببساطة كلنا بنتولد وعندنا استعداد جيني للأمراض، والأمراض اللي احنا ممكن نتوارثها من أهالينا زي السكر والضغط والأمراض المناعية. الحتة دي بقى مهمة قوي، إنه الناس ما بتفهمش إن مش معنى إن احنا عندنا الجين يبقى احنا فور شور هنتصاب بيه. يعني لو أنا ظبطت أكلي وعرفت جسمي محتاج إيه وما فتحتش الجين ده، مش لازم اتصاب بيه ومش لازم يجيلي. يعني لو انا عندي العيله كلها الهيستوري بتقول ان العيله عندها سكر، انا ممكن ما يجيليش سكر على فكره، لان الجين اللي شايل المرض ده ممكن يفضل في سكون، بيبقى دورمنت لو عرفنا نتعامل معاه صح. وفي تحليل دلوقتي بيتعمل نيوتروجينومكس، فبيوري الدي ان اي بتاعنا وازاي الجسم بتاعنا بيتفاعل مع الاكل، وبتبقى الدنيا اصلا تطورت عن زمان بكتير قوي، ان انا ممكن اعرف دلوقتي اكل ايه وما اكلش ايه، وايه اللي ينفع جسمي وايه اللي ما ينفعنيش، وايه اللي يخلي ان انا عندي susceptibility ان انا يجيلي مرض معين. فقوة النيوتروجينومكس اللي احنا بنعمله بالتغذية العلاجية ان انا اقدر اوقف الجينز اللي ممكن يسبب لي المرض.